مفاوضات وصفت بالسرية جمعت كل من الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي مع النقابات المضربة، وذلك بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تدخل الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية جاء بإعاز من الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أن تعفنت الأوضاع، وصلت إلى طريق مسدود بين وزارة بابا أحمد والنقابات القطاعية. كنا مرتاحين جدا لأنه هذا الشخص قلت لديه باع طويل في إدارة مثل هذه الملفات. أولا عملنا معه، عملنا سويا. رجل المهمات القدرة ومهندس إصلاحات وزارة التربية الوطنية تمكن وبعد مفاوضات ماراثونية من إقناع النقابات على العدول عن إضرابها الذي كاد يودي إلى سنة بيضاء. المفاوضات جرت من دون علم بابا أحمد وحاشيته التي استبعدت بسبب مواقفها المعروفة. مقر الشؤون الدينية فهو إحدى المقرات في الدولة الجزائرية. إذا تمت في مثل اللقاءات نتاع الخير فهذا تاريخ. سلال لجأ إلى الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية للتدخل بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات التي انطلقت في 11 من الشهر الجاري، لتباشر الجولة الثانية من المفاوضات خلال 12 و13 و14 من نفس الشهر، قبل أن يتوج اللقاء بمحضر مشترك بين الطرفين. كان من المفترض أن يناقش مع وزير التربية الوطنية، ولكنه في آخر لحظة تم التراجع عن القرار وتقرر مناقشة المحضر مع الوظيفة العمومية وبعيدا عن الوزارة. فعلا كانت لنا لقاءات في هذا الإطار وطرحنا هذه الملفات، والحمد لله أننا وصلنا بفضلها. كانت تمهيدا، كانت توطئة وتمهيدا وتذليل لبعض الصعوبات. يبدو أن لجوء سلال إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية واحتضان الوزارة للمفاوضات من دون علم بابا يشير إلى أن الوزير الأول سيتخلى عن وزير التربية في أقرب فرصة، بعد أن شهد القطاع عدة فضائح أبرزها فضيحة الغش في البكالوريا. أصدرت وزارة السكن